الناس اللي بتكتب في التعليقات فين بقى الموزعين بتوع القاهره؟ والنهارده بدانا بالوكيل اللي هو نور ستور، هنا الموزع بتاع شركه روزويل اللي هو يعتبر الوكيل الحصري، بس عامل لكم مكان للتوزيع اللي هو في مدينه نصر. اي منتج لروزويل عاوز تجيبه هتجيبه، كل حاجه هتلاقيها هنا. احنا في مدينه نصر، الحي العاشر، شارع مهدي عرفه، بجوار كازيون ماركت. من مصر الجديده، من شارع دمشق، من محلات احمد ابراهيم، الموزع معتمد لشركه روزويل. معانا المهندس علي، احنا شغالين معاهم من سنه من 23. المنتج اللي ما بيبقاش كويس الناس هتجربه مره اتنين، لا ده مش كويس مش هستخدمه تاني. السوق الاول عن طريق لا اختبار السوق بقى، لا ده في ناس يعني بتيجي تاخد مره واثنين وثلاثه وبتبعت ناس تانية تاخد حاجات تانية. اول ما ابتدينا نشتغل كان 64 اي ده بالنسبه ان هو ان هو قاهر كربون، وان هم يفتحوا المانيفول وينظفوا الغرف. الناس مش مصدقه منتج، لا منتج الماني. لان انا مش هضر اسمي، انا مش هينفع النهارده ان يبقى في منتج اي كلام حتى لو بكسب فيه كويس ان انا اقول ان انا ابيعه. لا ده النهارده، لا ده في ناس وهي مغمضه، الناس حفظت الرقم. انا عايز 20 اي، لا النهارده يجي يقول لك انا عايز 31 جي. القاهره في التوفيقيه، والنهارده عند محل نعيم صليب. عارفين انت هنا الموزع المعتمد في التوفيقيه لشركه روزويل. منتج روزويل بصراحه اسم كبير، الماني 100%، منتج ليه اسم كبير، والاضافات بتاعته منظفات بالذات عامله شغل كويس قوي، النتيجه بتاعتها ممتازه. كل اللي بياخده ويجربه بيجي يطلبوا تاني. روزويل اسم كبير على فكره. النهارده وصلنا اول طريق السويس عند مركز شيري كورنر على الاستاذ عبد الحميد. طبعا زيت روزويل هو كان من افضل الزيوت احنا بنشتغل فيها لغايه دلوقتي يعني. طبعا ده اتاكد بعد زيارتك انت لالمانيا، وبقيت طبعا بتفتح لايفات من هناك والناس كلها شافت واكدت الزيت بيتصنع فين. الاضافات طبعا والسي في تي طبعا انا شغال منه كويس جدا. زيت السي في تي الكواليتي بتاعه وكفاءته وتوليفته لا ماشيه مع عربياتي قوي. بنحسس على الفتيس السي في تي وبنحاول نحط له افضل زيت اللي احنا نحافظ عليه. الاضافات بتاعه الفتيس السي في تي عامله نتيجه قويه جدا جدا جدا، فانا لو الزيت هياثر على سمعتي في اي حاجه مش هستخدمه طبعا، وعمري ما هبقى وكيل ليه في القاهره. وصلنا الشروق في المنطقه الصناعيه عند اولاد بسيوني، هنا الصيانات السريعه. معانا باشمهندس محمود بسيوني. بقاله اكتر من فتره الدنيا فيه زي الفل، والناس بيستخدموا مره وجي خدوا التاني والتالت والدنيا زي الفل فيه. بالنسبه للاضافات طيب؟ الاضافات لا زي الفل تماما. انا حتى استخدمت في كذا مره اضافات في حاجات كتيره، خصوصا في علبه البيئه معانا بتنظف، ومنتج كويس، منتج الماني، منتج محترم. من التوفيقيه برضو من مول بطاح القديم، البطل الروماني. استاذ وجدي اهلا وسهلا. طبعا هم موزعين هنا لشركه روزويل، كل منتجات روزويل موجوده عندهم. استاذ جرجس عامل ايه؟ اللي بياخده بيشكر فيه الصراحه، بياخد مره واثنين وجوده عاليه. بيجي اللي احنا محل البطل الروماني اللي ليه سكه عند الناس نقول خد دي بضمانتنا وياخدوها، يقول لك كلامك صح، ويجي ياخد مره واثنين تاني. والمنتج ده الوحيد يعتبر الاثبت. احنا الحرفيين شارع المرسيدس عند محلات ابو بكر الشرقاوي. هو كزيت مفيش شكاوي منه خالص. حتى منظف الكربون ده طبعا علم. ده علم. انا واحد بتاع زيت وعندي 50 براند، بس انا بختار الحاجه اللي احطها في عربيتي، عايز ارتاح. طبعا اتشرفت بالحاج ابو بكر ده صاحب المكان. قدرنا طول الفتره ديت ان احنا ازاي نحافظ عليها، نكون مصدر اول يد من اول شركه. سياسه الشركه سياسه نجاح، الحمد لله. بدات من فتره قصيره بس نجاحها سريع. عظم دي لك؟ هتروح فين الجيكن ده؟ لا عليه انا. ليك انت مخصوص؟ هنور الحق نور. الحاجه دي اخدها لعربيته، مش هيديها لحد. ايوه عربيتي. اخوك النونه في الحرفين شارع المرسيدس محل مجموعه الكوثر وابو بكر الشرقاوي. ساسع على الكلام يا كابتن. معانا النهارده مهندس يوسف، طبعا متخصص في صيانه العربيات الكيا والهونداي هنا في مدينه العبور. الروزويل ما شاء الله بصراحه يعني احنا قبل حتى ما بنجربه في عربيه العميل نفسه، احنا بنجربه في عربيه الشخصيه. لو المنتج فيه مشكله ما دخلوش المكان عندي، لما الاقي المنتج كويس وبيفيد الناس، انا طالما انا استفدت بيه في عربيتي بفيد بيه العميل علشان اخد رضا العميل اول حاجه، وفي نفس الوقت مزبوط. وحاجه تفيد الناس، مش حاجه مثلا نكون مش موثوق فيها صح. تضر الناس. الاضافات بقى اللي هي بتعمل فعلا نتيجه، اذا كان اضافات البنزين ولا السيراميك. اضافات البنزين حاجه محترمه جدا، الفلاش بتاع الزيت، النانو سيراميك، المرمم، يعني ما شاء الله بجد يعني منتجات. تنظيف علبه البيئه حاجه محترمه جدا. في علب البيئه اللي حالتها لسه مثلا فيها بدايه 10% ان هي تبقى فيها تلف او فيها ايا كان، انما ما يجيبش علبه بيئه تلفه واقول انا هنضفها بروزويل واحكم على روزويل ان هو منتج وحش. لا بصراحه بجد يعني. ومن صفة اللبن في مركز ابو صفين لتوزيع الزيوت، موزع معتمد لشركه روزويل. ومعانا استاذ محمود. كل الناس اللي خدته شكرت فيه واستمرت عليه، يعني ما حدش غيره ورجع قال لي مثلا الزيت ده لا عمل لي مشكله، لا حصل في العربيه حاجه، صوت الموتور اتغير، كلام من ده. بعض الانواع اللي احنا مثلا بنسمعها في السوق على انواع تانية ما حصلش معانا الحمد لله والشكر لله يعني. طب بالنسبه للاضافات، طب الاضافات شغاله كويس؟ الناس بتستخدمها وجربتها؟ عمليه جدا، وانا استخدمتها بنفسي في عربيتي وفي عربيات اخواتي وفي عربيه العملاء اللي جايه عندي كلها الحمد لله بلا استثناء ما حدش اشتكى منها، بل بالعكس الناس كتير جدا بتيجي تاخد تاني، يعني مبسوطه من المنتج وهي بتجربه بتيجي خلاص بتستمر عليه. بتستمر عليه فعلا. انا لو المنتج انا نفسي مش واثق فيه
مش هحطه هنا. ما اقدرش ان انا اجازف بسمعتي عشان منتج مهما كان. المنتج اللي انا بحطه عندي في المركز بتاعي او اللي برشحه للعميل لازم اكون انا الاول وثقت فيه. صح. الجيزه صفت اللبن شارع السنترال بجوار مسجد ابو صفين. النهارده احنا في الاماريه عند مركز القلاده، معانا المهندس مينا. اهلا بيك، الشرف لينا يعني، الناس مبسوطه منه جدا. وبدايه اصلا روزويل انا استخدمته في عربيتي الشخصيه قبل ما انصح بالناس. يعني انت جربته الاول عشان تبدا ان انت تستخدمه لعربيه الناس الاول. بالظبط. انا معايا عربيه جيتا موديل 2011 ومعروف المواتير الام بي اي بتاكل زيت وفيها صوت تكتكه بسيط وفيها عدم استقرار. صح. من ساعه ما استخدمت روزويل وهي ابتديت بقى عشان انا واثق في المنتج ابتديت انصح بالناس. وبالنسبه بقى للاضافات اللي هي بتاعت البنزين والسيراميك والحاجات دي كلها، بص احنا سمعنا ناس كتير بتقول الموضوع ده هبد وبتاع، بس برضه انا هرجع اقول لك انا استخدمته في عربيتي. جربت الاول برضه. جربت في عربيتي قبل ما احطه للناس. يعني مثلا انت عندك اضافات البنزين كلها تدي اضافه للعربيه. نطلع نجرب العربيه قبل وبعد الاضافه بتفرق معاك. بتفرق طبعا. في الاماريه يعتبر احنا تبع الزيتون، قريبين من السواح وقريبين من الوايلي، ده شارع خليج المصري. وبرضه مكملين في الحرفيين عند شارع سوبر جيت عند مؤسسه العرقي للزيوت. الزياره اللي انتوا عملتوها لالمانيا بصراحه خدتونا معاكم واحنا قاعدين في مكاننا. الرحله كلها من اولها لاخرها. الرحله كلها احنا متابعين بصراحه يعني، لان احنا فعلا كنا مقلقين. طبعا كنا بنشوف على الصفحات ان كان في هجوم من ناس ثانيه، فلما خدتونا معاكم من هنا من مصر لالمانيا والمصنع نفسه فاحنا شفنا بعينينا. لا الاضافات بصراحه بقى ماشيه في السوق النهارده قنبله بسم الله ما شاء الله، والناس اصلا حفظت ارقام المنتج كمان بسم الله ما شاء الله. الارقام دي بقت بقت حاجه بسم الله ما شاء الله، انتوا اتشهرتوا بيها اصلا يعني، الزبون اصلا بقى يجي يسال عنه. ومن العمرانيه من شارع سيدي عمار من مركز كازابلانكا وموزع معتمد لشركه روزويل. معانا الباشمهندس حسام. هو الزيت ممتاز والناس يعني متقبله عليه، يعني اللي بيجرب الزيت بيستمر عليه على طول، محدش بيشتكي مثلا ان الزيت معاه وحش او اي حاجه. برشحه للناس، يعني اول حاجه برشحها روزويل. يعني انت متواثق من ناحيه روزويل ان انت زيت الماني الناس بتطلبه. طبعا حضرتك لما عملت الفيديو اكيد فرق معنا كتير. اللي هو في المانيا، لان هو كان في اقاويل طالعه كتير اللي هو ان هو جاي من حته تانية خالص يعني. بس بعد الفيديو طبعا ما حدش اتكلم بعد كده في الموضوع ده، وبقى عليه قبول اكتر والناس يعني متقبله الزيت، وهو بصراحه شغال معايا كويس يعني. بالنسبه لي انا يعني انا شايف ان هو بيستحمل عن اي زيوت تانية موجوده معايا. دلوقتي احنا في مدينه نصر، شارع عمر لطفي موازي لعباس العقاد في عالم الزيوت. معنا استاذ يوسف واستاذ فادي اصحاب المكان هنا. في اقبال طبعا على الزيت بدليل ان هو موجود عندي، وما تذكرش حد مثلا ان هو خد مني ريزويل بعد كده بدله بحاجه ثانيه، ما اعتقدش ده وما حصلتش ده اصلا عندي. انا بتوجه على طول للاضافات بتاعت ريزويل عشان هي منزله اوبشن مش موجود، هي مش موجود في شركات. انا عندي ناس بتخش تسال، انا طبيعي اللي بيجي ياخد ريزويل مثلا فهو متابع ميديا ومتابع السوق بشكل عام، فهو تلقائي بيسمع من بره لا ده زيت صيني لا مش عارف ايه، فبيجي يسالني هو طب الزيت ايه. فانا بصراحه جيت بطلع لهم على طول البيدج بتاعتك، لا ده هو في المانيا اهو المصنع اهو، هم مش هيعملوا مبنى في الصين ومبنى في المانيا، فهو تلقائي لا استاذ احمد توجه على طول اهو بيأكد ان المنتج لا مصنعه في المانيا. احنا في 53 شارع عمر لطفي موازي لشارع عباس العقاد خلف مكتبة المعيرجي في مدينة نصر.